صباح الخير من موقع ميدان بريس مباشر. نحن قدام سكنة الدرك. اليوم التحرك عميد جورج اول شيء صباحه حبيبتي. نحن مباشر. لحظة شوي لو سمحت عميد نحن مباشر على موقع ميدان بريس. اليوم حضرتك مستدعينك على تصرف صار من 4 شهور. شو بدك تقول؟ استدعاء سياسي بامتياز، ما في شيء من القضاء. تدخل سافر بعمل القضاء ومحاولة إرضاع القضاء لرغبة السلطة الفساد. هيدي لا عشان تدخل المفروض كلمة. فإذا العميد احنا تحت سقف القانون، نحن غير القانون ولفعل هودي غير القانون. اذا بتريدوا انا والمحامي فقط لا غير، هيك هو القانون. المفروض نحن راسنا مرفوع ونطلع راسنا مرفوع. عملوا معروف يا فإذا الناس هون بدها تفوت كلها مع العميد جورج، لأنه حسب الدعاوى كانت الكل دخلوا على وزارة الخارجية. عميد كيروز هلا راجعين نستقبلوا اكيد. نحن باقيين هون. فاذا العميد المتقاعد جورج نادر مستدعى اليوم على سكنة الدرك على خلفية دخوله مع الصور على وزارة الخارجية بعد 4 شهور. فإذا العميد جورج هو قرر يعني حكي مع الناس انه هو لحاله بيدخل. عميد جورج بس فات مع المحامي على التحقيق. خلينا صباح الخير، كيفنا؟ طريق تحلي لهنيك شو نرجع كلنا سوا لورا. فإذا اليوم استدعاء العميد نادر هو استدعاء سياسي حسب ما نعم. لو كان الاستدعاء حسب القانون لمخالفة للقوانين كان بيتم الاستدعاء خلال الحدث أو القبض عليه خلال الحدث، ولكن بعد 4 شهور بالقانون واضح انه استدعاء سياسي الهدف منه تركيع العميد. ليه بس العميد نادر؟ لانه القضيه سياسيه، بيعتبروا هم بانه بهيدي العمليه رح يقدروا يركعوا العسكر المتقاعد، ولكن اللي ما عم يفهموا بعض انه العالم خلص تعبت، كان عسكر متقاعد ولا كان عسكر بعده بالسلك اليوم كله. يعني استدعاء العميد نادر هو رساله للمتقاعدين 100% رساله وتطويع للعسكر بين قوسين المتقاعدين واللي بعدهم بالسلك. هلا عم يقولوا لهم ممنوع تكونوا احرار، لازم تضلوا عبيد لزعم الطوائف، ورح نقول لهم نحن كثوره فشلوا للشعب اللبناني كله رح يتحرك. شكرا خليل. فاذا اليوم استدعى العميد الركن المتقاعد جورج نادر على التحقيق على خلفيه دخولهم وزاره الخارجيه. الدعاوى اللي توزعت كانت عم بتقول الكل جورج نادر، الكل دخل. هون السير كتير سريع رغم انه في تحرك. بدنا نجرب نلاقي. يعطيكم العافيه، كيفكم؟ مين بده يحكي معنا مباشر؟ مين بده يحكي معنا مباشر؟ يعطيكم العافيه. شو اليوم اللي عم بيصير؟ يوم خزي وعار على السلطه اللي بتستدعي الشرفاء
بحيرة كرمال لبنان أعطوا دم. كان لهم الشرف ياخذوا أوسمة طرحة، أوسمة حرب. نعم. مثل العميد جورج نادي. الصوت قوي كتير ما عم نقدر. هيدا اللي عم يصير، عم يدخلونا بمتاهات. هيدي المتاهات هيك بيسمع الصوت كم. اللي السلطة حضرتها بدها تدخل فيها فرع ناس بعد ما فقروهم فرعوهم بكل وقاحة. بعدهم عم يعملوا حكومة خزي وعار، بعدهم عم يستدعوا الشرطة على التحقيق. لازم هن يكونوا موضع تحقيق، لازم هن يكونوا اللي عم يحقق معهم ويرتكبوا بالسجون ويروحوا على مسألة التاريخ. شكرا لك، شكرا. فازن بدنا نجرب نحكي مع العميد رماح، يعطيك العافية. مباشر موقع ميدان بريس، نحن مباشر موقع ميدان بريس. فينا نبعد شوي لنسمع الصوت. اليوم استدعاء العميد نادر. نقف اليوم امام مفرزة بيروت القضائية تضامنا مع العميد الثائر جورج نادر بسبب استدعائه الى هنا للتحقيق. كنا ننتظر ان يتم استدعاء الفاسدين الذين سرقوا اموال الدولة وهدروا المال العام وحجزوا اموال الناس، وانهم يستدعون الثوار الشرفاء لسؤالهم عن سبب الدخول الى الخارجيه. دخلنا الى وزاره الخارجيه لانها وكر من اوكار الفساد بمن كان يشغلها ومن خلفه في هذا المنصب. الاستدعاء بعد 4 أشهر بحد ذاته يدل على انه استدعاء سياسي كيدي. نحن نشكر ممارسات السلطة، هذه السلطة الساقطة الفاسدة بكل المقاييس، نذهب إلى مزبلة التاريخ والأحرار والشرفاء إلى مراتب العظماء. شكرا عميد فازن. نحن رح نبقى منتظرين لنشوف العميد نادر إذا بعد التحقيق رح يطلع شو اللي رح يصير هون. رح يكون معكم مباشر موقع ميدان بريس بأي حدث جديد رح يصير. شكرا كتير للمتابعة ويعطيكم ألف عافية.